كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، الله تبارك وتعالى ما خلقنا عبثا، ولم يتركنا هملا، ولن نذهب سدى. الله تبارك وتعالى ما خلقنا عبثا، الله تبارك وتعالى لا يعبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ كل شيء عنده بمقدار. فالله تبارك وتعالى ما خلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق لم يتركهم هكذا وشأنه، بل وفر ليك أولا أدوات الاستيعاب والفهم، ثم أرسل إليك الرسل وأنزل إليك معهم الكتب. ليه؟ ليعلم الرسل الناس لماذا خلقنا، ولأي غاية، وكيف تكون عبادته. ثم بين لك الرسل طريق الجنة والنجاة وطريق الهلكة والنار، علشان ما يبقاش لك حجة وما يبقاش لك عذر أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أدوات الاستيعاب والفهم. وإيه تاني؟ وهديناه النجدين، بينا ووضحنا ليه الطريقين، طريق الجنة وطريق الإيه؟ النار. صح؟ ما اشتغلش ليه؟ ما عملش ليه؟ ما عملش في طريق النجاة ليه؟ إيه اللي خلاه يروح لطريق المعصية، طريق الضياع وطريق النار والعياذ بالله؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هو حر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى إذن خلقك ليس عبثا، بل خلقك لغاية ولهدف، ولم يتركك هملا، بل أرسل إليك من يوضح لك هذا الطريق، طريق النجاة، عن طريق الرسل. ولذلك الكلمة اللي بيقولوها الناس دايما بيقول لك ربنا يعرفوه بالعقل. طب ما ابو جهل كان اعقل الناس، كان ذكي جدا. وابو لهب، هم دول كانوا اغبياء ما عرفوش ربنا ليه؟ الله عز وجل عرفه الناس بالرسل، لم يتركك هملا. ولذلك لن نذهب سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى كده وخلاص؟ يعني يعيش حياته دي كلها يأذي في خلق الله ويعصف ربنا سبحانه وتعالى ويعمل البلاوي والمصايب دي كلها، وفي الآخر يترك هكذا سدى؟ هيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ مش هيجيبه ويحييه تاني بعد الموت ويحاسبه ويكافئه ويعاقبه؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، أوجد من عدم، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك اللي أوجده من عدم ده بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، بلى قادر. يبقى اللي يظن ان الامر كده وخلاص هعيش حياتي بالطول والعرض وزي ما تيجي وفي النهاية اترك سدى، ده مغفل، ده مش فاهم، ده دماغه مش شغالة. ربنا سبحانه وتعالى خلقك ليس عبثا ولم يتركك هملا، وبالتالي لن تترك سدى. لان الموضوع يا جماعة ببساطة شديدة جدا، لو الموضوع وقف فقط عند ان انت هتعيش حياتك بالطول والعرض وتيجي في النهاية تموت وخلاص، ما كانش حد غلب. ده كانت تبقى الموضوع بسيط جدا، هعيش بقى زي ما اعيش، ما مرة واحدة هتعيشها وخلاص. لكن المشكلة الكبرى ان بعد الموت بعث، هتعيش تاني، تحيا تاني، وبعد البعث حساب وسؤال، ستسأل
عن الصغير والكبير وعن الفتيل وعن القطمير. هتتحاسب. الموضوع مش كده وخلاص سدى، لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول في الحساب بس، في مسألة السؤال بس: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب. ودي في مين؟ دي في العبد العاصي او في العبد الكافر عياذا بالله. مجرد ان ربنا سبحانه وتعالى يجيبه كده اهو في ارض المحشر يوم القيامه ويقول له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ. ومجرد ان يناقشه، بس يناقشه، يقول له: ليه عملت الذنب ده؟ وليه عملت الذنب ده؟ وليه عملت الذنب ده؟ من نوقش الحساب عذب. دي في العاصي او في الكافر. اما تعالى بقى شوف التاني بقى، المؤمن الطائع اللي برضه لبشريته زل، وقع في معصية في اكثر في اقل. ده بيتعامل ازاي وده بيتعامل ازاي؟ في حديث جميل جدا بيرويه الامام احمد في كتاب الزهد من رواية سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه. واسمع الحديث ده وعايزك تعيشه كده بوجدانك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يدني الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه. يقربه كده ويضع عليه كنفه. والكنف لغة هو الستر. يعني ربنا عز وجل بيجيب عبده بقى الطائع ده يوم القيامة عشان يديله كتابه. شوف التاني من نوقش الحساب عذب، لكن ده يدنيه يعني يقربه، ويضع عليه كنفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يستره بين الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر. يديله بقى الكتاب. الثاني على رؤوس الخلائق: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أما العبد المؤمن في كنف الله، في ستر الله، مستور عن الخلائق كلها. يدفع إليه كتابه، ثم يقول الله عز وجل له: اقرأ يا ابن آدم كتابك. اقرأ يا ابن آدم كتابك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمر العبد بالحسنة فيسر لها قلبه ويبيض لها وجهه. لقى حسنة اهو يسر لها قلبه ويبيض لها وجهه. فيقول له الله عز وجل: أتعرف يا عبد؟ أنت فاكر الحسنة دي؟ ما خد بالك، هو أنت فاكر نفسك أنت عملتها بخاطرك بمزاجك؟ اوعى تكون فاكر ان انت تقدر تتوب وقت ما تكون عايز تتوب. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ثم تاب عليهم ليتوبوا. يعني عشان توفق للتوبة دي محتاجة منك انت الاول لتوبة، ومحتاجة ان ربنا عز وجل يوفقك ان انت تتوب، وبعد ما تتوب يقبل توبتك. فانت عملت حسنة ممكن تعمل، لكن تضمن ان الله عز وجل يتقبلها؟ هي دي المشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيمر العبد بالحسنة فيسر لها قلبه ويبيض لها وجهه، فيقول له الله عز وجل: أتعرف يا عبد؟ فاكر الحسنة دي؟ فيقول: نعم رب. أي رب أعرف، أي رب أعرف، فاكرها كويس. فيقول له الله عز وجل: فإني تقبلتها منك. هي دي، فإني تقبلتها منك. ما ممكن ما يقبلهاش، هو أنت عشان عملتها لازم يتقبلها؟ فإني تقبلتها منك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شدة فرح العبد فيخر لله ساجدا. فيقول له الله عز وجل: ارفع رأسك يا ابن آدم وعد إلى كتابك. كمل قراية الكتاب تاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه. قلبه يخاف يعني، ووشه يسود. فيقول له الله عز وجل: والله المشهد صعب جدا يا جماعة، أقسم بالله المشهد صعب جدا، يا رب استرنا يا رب، يا رب اجعلنا في كنفك في هذا اليوم. فيقول له الله عز وجل: أتعرف يا عبد؟ فاكر السيئة دي؟ فيقول: أي رب أعرف، أي رب أعرف. فيقول له الكريم سبحانه وتعالى: إني قد غفرتها لك. قال صلى الله عليه وسلم: فمن شدة فرحه فيخر لله ساجدا. أنت متخيل الخلائق كلها واقفة بتتفرج عليك، والعبد المؤمن في كنف وستر الله عز وجل، وهذا عتاب لطيف بين العبد وبين ربه. يمر بالحسنة فيتقبلها منه فيخر،
ساجدا، ويمر بالسيئة فيغفرها له فيخر ساجدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يزال العبد كذلك، يمر بالحسنة فتقبل فيخر ساجدا، ويمر بالسيئة فتغفر فيخر ساجدا، ولا يرى الخلائق إلا السجود. مش شايفين واحد عمال كل شوية بيسجد، ولا يرى الخلائق إلا السجود. فيقول الخلائق بعضهم لبعض: طوبى لهذا العبد، طوبى لهذا العبد، عبد لم يعص الله قط. ما هم مش شايفين، مش سامعين العتاب الدائر بينه وبين ربه. هم شايفين واحد بيسجد فقالوا عبد لم يعص الله قط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معقبا: ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله مما وقفه الله عليه. يقول لك هم مش سامعين حاجة، هم هناك في أرض المحشر مش سامعين حاجة، هم شايفين بس عبد بيخر لله عز وجل ساجدا كل شوية. فبيقولوا طوبى لهذا العبد، طوبى لهذا العبد. والعبد يعني مسكين بيخر ساجدا من حسنة قبلت، أو ساجدا من سيئة غفرت. وده خد بالك الحديث ده بيعضد الحديث اللي في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: إذا كان يوم القيامة دعا الله عبده فيضع عليه كنفه فيقول له: ألم تعمل ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول العبد الطائع المؤمن اللي كان في الدنيا يعني: ربي أعرف، ربي أعرف. فيقول الله عز وجل: ولكني سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك فيدخل الجنة. يا إخوانا الموضوع مش سهل ومش هين. خد بالك، الناس اللي الدنيا سرقاهم وواخداهم وظاهرتها ظاهرة الدنيا عجباهم، خدوا بالكم، الله عز وجل لم يخلقك عبثا ولم يتركك هملا ولن تذهب سدى. فأدي الحقوق. أختك اللي واكل حقها في الميراث اديهولها، أخوك اللي أنت سارقه رد له حقه. رد المظالم وأنت في الدنيا قبل ما هتقف عليها بين يدي الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فألزمها القناعة. انظر لنفسك في مشيبك والمآب، ودفنك بعد عزك في التراب. فاصنع لنفسك بعد الموت ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. والله الدنيا يا أخوانا ساعة هتمر سريعة المرور، وستحاسب وستسأل زي ما قلت لك. لو أن الأمر توقف عند الموت فحسب لكان الخطب هينا وسهلا، ولكن المشكلة ما بعد الموت. ما بعد الموت هي دي المشكلة. المشكلة ان انت هتبعث وهتحاسب وهتسأل وهتعاقب. فليه مدتك في الدنيا بسيطة؟ احسن. رحم الله فضيل بن عياض لما قابل رجلا يوما وسأله عن عمره، قال له: كم مضى من عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: 60 سنة؟ إذن أنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، يوشك أن تصل، ده أنت قربت توصل. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أفهمت معناها؟ قال: نعم، علمت أني لله عبد وأني إليه راجع. قال: إذا علمت بأنك لله عبد وأنك إليه راجع، علمت بأنك بين يديه موقوف، وعما فعلت في دنياك مسؤول. فهل أعددت للسؤال إجابة؟ حينها بكى هذا الرجل بكاء نحيبا وقال له: يرحمك الله يا فضيل، ما الحيلة؟ قال: سهل يسيرة، تقل لها فيما بقى، يعني من عمرك، يغفر لك الله ما قد مضى وما قد بقى، أي من ذنبك. شوف انت عمرك دلوقتي قد ايه؟ تقدر تعيش، تقدر تضمن ان انت تعيش قده؟ ما تضمنش. يعني انت خلاص في الخواتيم، فاحسن الخاتمه، احسن الخاتمه. تدخل على الايام اهي كلها ايام فضل، العشر بتوع ذي الحجه. ان لله تبارك وتعالى من ايام دهركم لنفحات لا تتعرضوا اليها، احسن فيها العمل. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخاتمه. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.